السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. شايفين البيتزا دي؟ شايفين العجينة دي عاملة ازاي؟ بجد احنا ما كناش بنعمل بيتزا قبل كده. او انا بتكلم عن نفسي، انا عمري ما عملت بيتزا بالجمال والحلاوة دي. بجد الطريقة دي هنعتمدها كلنا، لو اتفرجتوا عليها وشفتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا وسهلة جدا. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. هنحط معلقة خميرة كبيرة في بولة كده، وبعدين نحط عليها حوالي معلقة سكر. هو المقطع بتاع السكر اتقطع، هنحط حوالي معلقة سكر عليها، وبعدين مية دافية، كوباية مية دافية لحد لما تدوب كده خالص، وبعدين نغطيها فوطة بالظبط ما بتكملش بالظبط 3 دقايق. انا سبتها 3 دقايق وشايفين بقت عاملة ازاي كده. يبقى نبدأ نشتغل فيها الخميرة كده يبقى ناجحة. هنجيب بيضة عليها فلفل اسود وملح ونحطها، وبعدين نجيب معلقتين لبن بودرة بتودي العجينة في حتة تانية خالص، وبعدين ربع كوباية زيت، ونقلب المكونات دي كلها على بعض كويس جدا. وبعد كده هنحط اللي حطيناه ده بالظبط معلقة خل، وبعد كده ننزل بقى بكوبايتين الدقيق، ونفضل نقلب لحد لما تدينا، ونحط معاهم معلقة بيكنج باودر وشوية زعتر. انا قلبت فكانت محتاجة شوية مية دافية، اديتها شوية مية دافية لحد لما نلاقي العجينة عملت معانا كده بالظبط، بقت سايلة كده، ولا بقى نقعد نعجن ولا نقعد ايدينا توجعنا من كتر الفرد جوه الصواني. بجد الطريقة دي حلوة جدا جدا. اهو بصوا نزلنا بقى جوه الصينية بتاعة البيتزا. انا الكمية دي كوبايتين الدقيق دول عملوا لي الصينيه الكبيره دي، اللي هي صينيه البسبوسه الكبيره دي. ونفضل نهز كده عشان نفرد العجينه تبقى متساويه كده، يعني تبقى ماليه الصينيه كلها. وندخلها على كده الفرن، لسه مش هنحط فيها اي حشو او اي حاجه دلوقتي، هندخلها الفرن. ما شاء الله شايفين انا بحط ايدي عليها، شايفين بتنزل ازاي معايا، يعني هشه كده وطريه ازاي مجرد ما بحط ايدي عليها. بجد لا بجد العجينة طلعت وهم حاجة تانية. هنحط بقى معلقة صلصة وعليها معلقة كاتشب ونقلبهم كده وندهن. انا بدهن وش البيتزا بكده، يعني بجيب صلصة عادية اي نوع عندك، ونبدأ نحط عليه معلقة كاتشب. وكان عندي بقى حتة لحمة مفرومة معصجة، بنبدأ ان احنا نملى بيها كل الصينية. اي حشو عندك فراخ، عندك لانشون، عندك سوسيس، اي حشو انت حباه حطيه. بعد كده قطعت شرايح طماطم، وبعد كده انا قطعت بصل. انا بحط المكونات اللي ولادي بيحبوها او اللي احنا بنحبها فوق البيتزا. انا ما حطيتش الزيتون لان ما حدش عندي بيحب الزيتون، بيقعدوا يرموه من فوق البيتزا كده. وكان عندي حتتين جبنه رومي، قلت عادي مش هيخسروا. بشرتهم كده، قطعتهم بايدي، وبعدين رشيتهم على الصينيه كلها. اي حاجه عندك انت بتحبيها تنفع ان هي تتحط على مكونات البيتزا حطيها. وبعد كده انا حطيت جبنه موتزاريلا، وكده تمام بقى عندك احلى بيتزا. وبصوا بقى الجمال، دخلناها الفرن يا دوبك نحطها على الشوايه عشان نسيح بس الجبنه. بجد يا جماعه جربوها، انا مش هتكلم، انتوا جربوها بشكل العجينه اللي انتوا شايفينها. شايفين الجمال؟ وطلعت معاكي بسهوله ولا وطريه جدا من كتر الطراوه اللي هي فيها. بصوا انا مجرد ما همسكها بايدي هتتقطع كده هشه وطريه وحاجه كده وهم. بجد جربوا الطريقه دي اللي هي طريقه البيتزا السايله، احلى من العجين واريح واسهل، وهتخلص معاكي في 5 دقايق هتكوني عامله المكونات بتاعتها. ويا رب يكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.